السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قراءة فال جديدة للبنت الحنطية. ويا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله، وتسليم لله وتسليم لرجال الله وتسليم للبنات وولاد الحال وكل من كيآمن ويسلم الحال. البنت الحنطية ديري النية وطلبي التسليم باش توصلك الطاقة ديال اليوم. ويا بسم الله البنت الحنطية، عيدت على فالك بالصلاة والسلام على رسول الله. قلبك تخمامك باش ياتيك الله، قلبك تخمامك باش ياتيك الله، قلبك تخمامك باش ياتيك الله. يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مغير على بيت فراشك وعندك اخبار الخير جايك على امور سفر البنت الحنطيه باذن السميع العليم. الغيار على بيت فراشك كاين، وكاينه الشمته وكاين الغيار، ومغيره ربي بوحدو اللي عالم بك. كنشوف هذا الغيار بينك وبين عريض الكتاف على امور ماديات، وكنشوف هذه العلاقه اللي بينك وبينه متدخلين فيها عائلته. كنشوف كانهم كيحرضوا عليك، وكنشوفوا كانهم دائما ضدك. نقاشات وصراعات كاين بينك وبينه، كاين هضره وكلام على امور طلاق، كتوصلوا حتى للطلاق، كتوصلوا لتهديدات انه باغي يطلق. مفهوم. كنشوف هاد الغيار وهاد المشاكل وهاد الشمته اللي عندك بينك وبين الحنطي عرض الكتاف بسبب العائله ديالو. عندك مشاكل مع عائلته، عندك مشاكل مع الاخت ديالو بالخصوص. يعني كنشوفها هي سبب في هاد الغيار، وهي سبب في هاد التشتيته اللي راك انتي يعني اللي راه وقع لك بينك وبينه. تخمامك في خبارك اللي كتفكري فيه، وتخمامك في امور نصره. انت طالبه ربي ينصرك، طالبه ربي ينصرك على من عادك، وطالبه ربي يبين لك البرهان ويبين لك حقك في الناس اللي ظلموك. حاجه الخير مازال جايك البنت الحنطيه، ومازال غادي تفرحي وتزهري على امور البلاد البعيده، وحتى الخير جايك القدام. لكن اختي ردي بالك، عندك اسحار جايك في الطريق، وناس مازال باغيه تاديك، وناس مازال باغيه كتقلب لك على الاذيه وكتقلب لك على المشاكل. فخدي بالك من هاد الامور البنت الحنطيه. يا بسم الله. شمتة وغيار عندك على امور زواج البنت الحنطيه. انت على فكره اما مزوجه وعندك الغيار مع شريك حياتك بزاف، واما عندك تقاف على زواج. كنشوف وكانه زهرك في الزواج ما كاينش، الغيار في الزواج ما كاينش. يعني اما مزوجه وعندك مشاكل كثيره، ومن نهار دخلتي في عقد الزواج ومن نهار كنت في بيت فراش كنت في المشاكل، وانت في الغيار وانت في الشمته. كنشوف الذكر الحنطي عرض الكتاف وكانه بخيل، وكانه كيعتمد عليك في الماديات، يعني طمعان فيك. او يعني هو انسان بخيل، انسان فاشل، انسان صد على رزقه، قالب ظهره على رزقه. كيهتم بالماديات كتير كتير كتير، يعني ما كيهتمش بيك. مشاكل غيار شمتة بينك وبينه، كاين فراق على بيت الفراش، يعني ما كاينش علاقه حميميه بينك وبينه. هاد العلاقه وهاد الغيار اللي كنشوفوا على بيت الفراش، كنشوف تدخل ناس، كاينه المراه السمراء وكاينه البنت معجونة اللون، وهما اللي متدخلين في هذه العلاقة. هما سبب الغيار اللي بينك وبين عرض الكتاف، وسبب المشاكل في بيت فراش كنتي وعرض الكتاف. مفهوم. كنشوف تفكيرك البنت الحنطية كذلك في امور عتبة. كنشوفك غادي تدخلي لعتبة جديدة باذن الله، اما غادي تغيري العتبة او لا عندك راحل غادي تدخلي لعتبة جديدة ان شاء الله. بنت الاجاويد وبنت الشرفة وعرقك الشريف، لكن عندك قطيعة بينك وبين جوادك. مفهوم. كنشوف شغل لك الزارة تسليم الله، كنشوف شغل الميامن وشغل المي معيشة السودانية تسليم الله. واقفين لما معيشه وكانها تتوقف عليك في منامك بصفه الام ديالك، او بصفه جدتك، او بصفه امراه كبيره من عائلتك، لكن كتوقف عليك وكانها غضبانه عليك. مفهوم. كذلك كنشوف عندك شمته عند ضرب القلم، يعني ممكن عندك قضيه محكمه او شي امور في محكمه انت ما منصورش فيها، يعني انت مظلومه فيها والامور معقده عندك. يعني في هذه القضيه او في هذه طابله المخزن. مفهوم. كنشوف خبر رجوع باذن السميع العليم من الذكر الابيض، لكن الام ديالو مازال تابعه، والام ديالو يعني وكانها رافضه هذا الرجوع اللي هو واخد قراره. يعني هو واخد قرار رجوع بينك وبينه، لكن الام ديالو عندها رفض تام. يعني انت البنت الحنطيه كنشوف زهرك قليل، خصوصا مع الازواج ديالك، وخصوصا مع عائله الازواج ديالك. يعني دائما ما كيقلبوا لك على مشاكل، ودائما ما تيحفروا لك، يعني كيحفروا لك فين طيحي في المشاكل. خدي بالك البنت الحنطيه. كنشوف وكأنه شي حاجة ديال الطبيب عندك، ربما كتجري على أمور تحاليل، أو ربما
عظامك طايحين عليك، خصوصا في هذا الشهر، لان كيف قلت البنت الحنطيه اللي طالعه لي طاقتها اليوم هي بنت شريفه، بنت الشرف، عرقها الشريف. وملي كنقول عرق شريف كنقول لامي معيشه هي الحاكمه، تسليم الله. وهذا شهرها، شهر الميلود داخل. شغل الأميمة وصوبة الأميمة يعني هذا هو وقتهم. اللي عنده شغل الأميمة ينوض يصفي معاها وينوض يقضي لها شغالها. أكيد ربي هو اللي تينصر، ولكن حنا دائما كنديروا الأسباب. تفكيرك في النصرة على خبر أو على غرض راكي كتجري عليه، مفهوم؟ غرض كنشوفك تتجري عليه كتفكري انك باغا تنصري فيه، اما غرض محكمه او غرض اوراق انت تتجري عليهم. رجوع او يعني جميع الشمل بينك وبين الذكر الاسمر كاين باذن السميع العليم. كاينه فيكم اللي كنشوف لها زواج بالذكر الاسمر، يعني الا كنتي عازبه كنشوف عندك الزواج بالذكر الاسمر مربوع القد ان شاء الله. عندك مع حاجه خير على امور عتبه، وعندك معاه امور بيت الفراش بالحلال باذن السميع العليم. كاينه فيكم اللي عندها جمع شمل بينها وبين الذكر الاسمر مربوع القد، وعندك الفرحه والزهر بجهد الله. مازال الخير كله جاي قدامك، ومازالك فرحه وزهر متتاليه باذن السميع العليم. عندك فرحه وزهر على جميع الشمل، وعندك فرحه وزهر على امور خدمه ان شاء الله باذن السميع العليم. اذا راه عندك مشاكل في الخدمه فكنشوف لك صلح وكنشوف لك نصره على العمل ديالك وعلى الخدمه ديالك. اذا انت راكي في البحث عن امور خدمه فكنشوف خدمه جديده غادي تكون لك بالنصره وغادي يكون لك بالخير. كذلك كاين اللي كنشوف عندها شي وحده حنطيه او بنت حنطيه كنشوف عندها شي عقد غادي يتسنى، عقد عمل او عقد سفر، شي عقد او لا شي ورقه غادي تسنيها، وهاد الورقه غادي تكون لك بالخير وبالنصره بجهد الله ورجال الله. مازال البنت الحنطيه كنشوفك في غنان مع البنت السمراء، كنشوفك مشاكل مع البنت السمراء، كنشوف حسد وتابعه وعين وطاقه سلبيه جايك من جهتها، مفهوم؟ طاقة عين، طاقة حسد، طاقة تابعة جايك من جهتها. فردي بالك من الناس اللي تتعاملي معاهم. عندك ان شاء الله رحيل وعندك تغيير عتبة، وكنشوف عتبة جديدة غادي تدخلي لها باذن السميع العليم. كاينه فيكم اللي عندها مشاكل على طابة المخزن مع وحدة سمراء، مفهوم؟ على امور عتبه كتناقشي انت وياه على امور عتبه، ربما ايرت او شي حاجه ديال عتبه مشتركه بينك وبين التوا السمراء. كنشوف راكي في نقاش عليها. من هنا 3 وقات بجهد الله غادي تفرحي وغادي تفرحي على حاجه ثقيله. انت على العموم البنت الحنطيه عندك نصر على امور عمل، وعندك خير كثير غيجيك من امور عمل جديد غادي يكون لك باذن السميع العليم. البنت الحنطيه راكي في سفر او غادي تسافري ان شاء الله. كنشوفك في سفر او غادي تسافري، والسفر غادي يكون لك على طريق طويله باذن السميع العليم. فخذي بالك من اللي جاي. عندك الغيار انت، خصوصا هذا الشهر مني هل علينا هذا الشهر وانت في المشاكل وانت في الغيارات وانت في الاسحار وناس كثار. عندك سحر من الام الذكر الابيض، وعندك سحر من الام الذكر الحنطه عرض الكتاف. فخذي بالك عندك اسحار كثيره، وهاد الاسحار دايرين لك مشاكل ودايرين لك عكوسات في حياتك. كاينه فيكم بنت الحنطيه اللي عندها شغل المجمع تسليم الله، واللي عندها الاجاويد ديال المجمع، واللي تحطات عليها الخدمه ديال رجال الله. ربما حلمتي براسك كتفرشي كارطه، او حلمتي براسك كتخدمي شي خدمه ديال رجال الله، يعني تعطاك المجمع. يعني انت في حيره واش تنوضي تخدمي جوادك، واش تنوضي تفتحي المجمع ديالك وتوكلي على الله، او يعني تنسحبي. فكنقول لك القرار كيرجع بيدك البنت الحنطيه. عندك الخير ان شاء الله مع رجال الله. ممكن يعني اذا ما قادراش تهزي المجمع فممكن يعني تنسحبي، لكن تخلي صلح بينك وبين الاجاويد ديالك. البنت الحنطيه كنشوف عندك ضنيتك مريضه، ضنيتك انت يعني انت او اختك الصغيره كنشوفها مريضه وعندها شغل الطبيب. انت يعني بنتك بعيده عليك، بينك وبينها طريق طويله. ضنيتك بنتك كنشوفها بعيده عليك، بينك وبينها طريق طويله. هاد الانثى هذه اللي هي الطفله ديالك او لا هي الاخت ديالك الصغيره او لا هي ضنيتك، كنشوفها وكأن عندها شي علاقه سامه بينها وبين انثى وذكر، علاقه سامه، انثى سمراء وذكر سمر، بيناتهم علاقه سامه. ربما ناويينها على الغدر، او ربما غادي يدخلوها في شي مأزق او في شي مشاكل هي ما قاداش عليهم. ان شاء الله كاين الخير جايك القدام، وربي موقف لك على من الفرح على امور بلاد بعيده ان شاء الله. اذا ناويه تسافري كنشوف وقف لك على من الفرح ان شاء الله، وغيكون لك سفر بالخير ان شاء الله باذن السميع العليم. عندك صداع ومشاكل مع انثى بيضاء، يعني كنشوفها تدور لك بالذكر الحنطه مربوع القد، كدور لك بشريك حياتك، يعني تتخدم له امور شمع، باغا تجلبو عندها، باغاه للزواج، او ممكن ربما حقد منها حالفه حتى تهدم علاقتكم، مفهوم؟ مازال الخير جايك القدام، مازال بجهد الله ربي غادي ينصرك، ومازال حاجة الخير كلها جايه باذن السميع العليم. كاين فيكم اللي عندها شغل البحر تسليم الله، شغل بحراوه، شغل عيشه البحريه، وشغل سيدي موسى وشغل بحراوه. يعني غادي يوقف لك بعلام الفرح. بالنسبه للبنت الحنطيه اللي باغا تقطع البحر لكن معكس لها امور السفر، امور قطوع البحر معكسين، ربما كتدفعي اوراق وكيتاجلوا، او كتدفعي اوراق وكيتعكسوا. فكنقول لك
خدمي شغل البحر، طعمي البحر، لأن الجواد ما كنهضروش فقط على المهم عيشة وعلى ملكة وعلى الجواد اللي معروفين، فكاينين ناس بحراوة، كاينين جنون بحراوة، ملوك بحراوة، حتى هما تيبغيو خدمتهم، حتى هما تيكونوا واقفين، حتى هما تيعكسوا امور، حتى هما تيسرحوا امور. اكيد مازال ربي غادي ياتيك بالخير، ومازال بجهد الله غادي يكون لك كل ما هو خير. عمل جديد ان شاء الله كنشوفه في الطريق، غادي تكون لك منه خير وخير كتير. كاينه فيكم اللي عندها محل تجاري او لا باغا تجهز محل تجاري، كنقول لك ان شاء الله كل ما جايك فيه هو خير، كل ما غادي تجري فيه على قبال هذا المحل التجاري غادي يكون لك بالخير ان شاء الله باذن السميع العليم. خدي بالك فقط من الناس اللي راكي كتعاشريهم، من الناس اقارب الزوج ديالك اللي هو الذكر الابيض والذكر الحنطي عريض الكتاف. بالنسبه فيما يخص الذكر الاسمر مربوع القد، فكنشوف جميع الشمل وفرحه وزهر باذن الله، كنشوف طريق الى عتبه او طريق الى زواج. بالنسبه للذكر الحنطي مربوع القد كنشوف علامه الفرح واقف له معاك ومع ضنيتك باذن السميع العليم. انت على فكره خدمتي له شمع جلب وتهيج، خدمتي له طاقه جلب وتهيج، كنشوف واقف عليه علامه الفرح ان شاء الله، وغادي يكون رجوع بينك وبينه. لكن عندك اسحار، عندك اسحار وعوارض كثيره في العتبه ديالك، كتحلمي بكوابيس وكيوقعوا لك شي اشياء في العتبه، يعني ما كتصدقيهمش، بحال كتحطي شي حوايج وما كتلقايهمش في بلاصتهم، او يعني بحال اللي غادي نقول لك انه عندك عمار في المنزل ديالك، مفهوم؟ عندك عمار او عندك مرادة وشياطين في العتبه ديالك بسبب الاسحار اللي ترشات لك في العتبه، او بسبب الاسحار اللي تخدمات لك في العتبه ديالك، مفهوم؟ كتحلمي بكوابيس وكتحلمي بامور سيئه. فردي بالك، خصك تزولي طاقه الاسحار اللي عندك باش امورك يعني ترتاحي فيها، وربي ينصرك بجهد الله ورجال الله. كيف كنقول دائما هذه مجرد طاقه، مجرد قراءه فال ومجرد طاقه كنوصلها الناس اللي متابعيني والناس اللي يستناوني، عفوا الناس اللي كيدخلوا يسولوا فيا. مرحبا بكم في اي وقت. بالنسبه للناس اللي بغات الكشف الخاص تواصل معايا على الرقم اللي على الفيديو، رقم شغال فيه الواتساب فقط، كشف خاص مدفوع الاجر اكيد. جميع الاعمال الروحانيه جلب وتهيج الحبيب، محبه وقبول دائما بينك وبين شريك حياتك، محبه وقبول وتيسير امور العمل، صوابات الملوك. بالنسبه للناس اللي بعيده وباغا تخدم ملوكها او لا عندها شي ملكه تخدمها لكن هي حاليا بعيده ما لقاتش كيفاش تديرها الصواب، مرحبا نتكلف لك باسمك واسم ديالك، مرحبا والف الف مرحبا. فصدقه مقبوله للانس والجن والحيوان ولجميع كائنات الله وجميع مخلوقات الله، كلهم كنخرجوا عليهم صدقه وكلهم تتقبل صدقتهم، ربي راه تيشوف، اللهم لك الحمد. بالنسبه للناس اللي عندها الاسحار وعندها العوارض، مرحبا والف مرحبا، تواصلوا معايا، هاد الاعمال كلها مدفوعات الاجر اكيد. بالنسبه للناس اللي كتدخل تسولني، لا داعي انك تدخل وتاخذ لي وقتي واحد الساعه او ساعه ونص انا غير بالاسئله ديالك، يعني خلي لي السؤال ديالك هنا في اليوتيوب في التعاليق، منها تدعموني بالتعاليق والفيديوهات يطلعوا منها نجاوبكم على تعاليقكم. يعني لا داعي انك تدخل وتسولني ساعه ديال المكانه على شي حاجه اللي ممكن نجاوبك عليها في التعليق. الا غادي تدخل من اجل عمل او من اجل كشف خاص، مرحبا والف مرحبا. الا غادي تدخل من اجل السؤال فسولني في التعاليق، لا داعي انك تاخذ من وقتك ومن وقتي. بالنسبه للناس اللي بغات نستمر معها على الفيديوهات على هذا الشكل وعلى طاقات وعلى قراءه الفالات، مرحبا والف مرحبا، دعموني بلايكات وتعاليق باش الفيديوهات يطلعوا وباش انا نتحفز اكثر واكثر، وشكرا.